السلام عليكم. فيديو النهاردة عن بناء جسر مترو الإسكندرية. هنعرف ماذا يحدث في هذه العملية أثناء بناء الجسر. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. نهج البناء المعتمد للجسور هو التأكد من عدم تأثر أي من المحلات التجارية والمجتمع المحيط ماديا أثناء مرحلة ما قبل البناء ومرحلة البناء ومرحلة التشغيل، كما أنه يتضمن وجود حد أدنى من التعطيل أثناء الأعمال. سوف يحتوي الجسر على خوازيق خرسانية مسلحة بشكل متكرر. سيتم إنشاء أغطية خرسانية مسلحة للخوازيق. سندعم أغطية الخوازيق الحزم المتقاطعة التي ستكون العناصر الأساسية الحاملة لسطح الجسر، والذي من المتوقع أن يكون بشكل أساسي بلاطة حديد يمتد عبر الجسر ويستوعب مسار المترو والبنية التحتية والكهرباء والميكانيكية. يظهر مثال من خط مترو القاهرة. تم اعتماد نهج أحادي العمود هذا لأنه يضمن إمكانية إنشاء المترو داخل الممر الحالي، وإن الجسر يمكن تشييده دون الحاجة إلى أي حيازة إضافية للأرض. أثناء بناء الجسر سيستخدم المقاول المساحات الأكبر من الممر لتخزين المواد والمعدات، بينما في المناطق الضيقة سيتم تنفيذ أعمال البناء فقط بدون تخزين. سيشمل بناء الجسر إنشاء حاجز مؤقت بين المجتمع المحيط ومواقع البناء والذي يتجاوز الجدار أو السور الحالي. وبكده يا جماعة انتهى فيديو النهاردة عن مشروع مترو الإسكندرية وبناء الجسر. سلام وأشوف حضراتكم على خير.